الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحباب، ها هو شهر رمضان قد أطل علينا ضيفا كريما. هذا الضيف الكريم جعله الله عز وجل شهرا يأتي ليمحص لنا الخطايا والذنوب والأوزار، وليرتقي بنا إلى الدرجات العلى في الجنة. في الترغيب والترهيب ذكر المنذري أن الجنة لتنجد وتزين من العام إلى العام استقبالا لقدوم شهر رمضان. فإذا ما كانت أول ليلة من ليالي رمضان هبت ريحا من تحت العرش تسمى المثيرة، فتصفق بسببها أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريع، وتخرج الحور العين من مخادعهن لينادين بأعلى أصواتهن: ما هذا الصوت يا رضوان الجنة؟ فيقول رضوان الجنة خازن الجنة وخادمها: إنها أول ليلة من ليالي رمضان. هذا الابتهاج بتلك الليلة إنما هو من أجل أن يجعل الإنسان المسلم يحصل على الأجر والثواب والخير، لأن الحور العين تقول: هل من رجل يريد أن يتزوج فيزوجونه بسبب مقدم أول ليلة من ليالي رمضان. أيها الإخوة الأحباب، هذا الشهر العظيم وذاك الشهر الكريم هو شهر كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فمرحبا به من شهر كريم يحل علينا ضيفا سرعان هذا الشهر ما ينتهي. لذلك إخوتي وأحبتي، من الواجب علينا أن نغتنم هذا الشهر، فهو بمثابة ربيع للمؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.